المهارة رقم 8 وهي التفكير الاستراتيجي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي مش انك بس تستخدم الادوات دي، لا انت بتبص لقدام، بتشوف تأثير الادوات دي على البيزنس، على المجتمع، ومن خلال ده بتقدر تتنبأ بايه ممكن يكون عليه الطلب في المستقبل القريب. طيب اتعلم المهارة دي ازاي؟ لازم تقرا كتب كتير عن ال AI سوبر باور، لازم تتفرج على محادثات من رواد الذكاء الاصطناعي زي سام ألتمان CEO بتاع الشات جي بي تي او الاوبن AI. ايه الادوات اللي ممكن تساعدك؟ ادوات زي تخطيط البيزنس زي ميرو او نوشن، وحاجة باورفول زي جوجل ترندز. تحتاج وقت قد ايه عشان تتعلم المهارة دي؟ اقدر اقول لك ان في 3 شهور تقدر تلم بالمفاهيم الاولية، والباقي طبعا من خبرتك في التطبيق. وهختم الفيديو واقول لك ان الذكاء الاصطناعي مش هياخد شغلك، ولكن الناس اللي معاهم خبرة الذكاء الاصطناعي والمهارات دي هي اللي فعلا هتاخد شغلك. مش لازم تبقى محترف في كل المهارات دي، ولكن مهارة واحدة فعلا ممكن توصل لأبعد مما كنت تتخيل. وده كان فيديو سريع عن 8 مهارات لازم يكون على الأقل عندنا واحدة منهم.